يا عبادي الذين آمنوا السلام عليكم يا صبايا، شلونكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم بتشوفوا الفيديو يا رب. هلا اول اشي انا ما بلشت تصوير مثل ما نكون شايفين. ما بلشت تصوير من الصبح على فنجان القهوة وهالاجواء وهيك، لاني كانت والله المي مقطوعة، فوالله ضلت للعصر. اي والله ما بعرف ليش هيك، يعني انقطعت وطولت المي. قلت مازال يعني اجت المي وهيك زبطت اموري وجليت الجليات، قلت يلا بصور لكم اكلة الكبسة، طريقتي بالكبسة. هلا عندي هون الصدر، شرحته هيك مثل ما انكم شايفين، قطعته لشرائح ورجعت نقعته بالمي والخل. قلت مشان يعني انه ما يزنخ على الطبخة وهيك، يعني انه ما يطلع طعم الزنخة فيه او شي. قلت احسن يعني انه هيك انا فيني طبع انه بحب يعني انقع الفروج او الصدر ايش من كان بالخل، يعني شوي شفتوا يعني بصير كتير ابيض، بصير يعني منظره بشهي. بلا تعليم عليكم. وهلأ هون هيك بعد ما حطيت لهم الخل والمي، حاولت هيك أغطّن شوي مشان يعني إنه كلّن يتغطّسوا بالخل وهيك. هلّأ والله نصحوني بهاي الفرّامة، أنا ولا مرّة جرّبتها الفرّامة هيك اليدوية، هاي أول مرّة باجيبها، فما بعرف أنتو إيش رأيكن هيك الفرّامة اليدوية كويسة؟ والله لقيتها ظريفة ما أشبه شي، يعني بعد ما طلعتها من الكرتونة غسلتها وليّفتها وبعدين بلّشت فيها فرم، والله لقيتها يعني ما أشبه شي. وهلّأ بعد ما فرمت البصل والله لقيته يعني ناعم، صار يعني كتير كتير ممتاز على الفرّامة، ما بعرف يعني أنا وقت بافرمه هيك عادي ما بيطلع ناعم. حطيت معلقة سمنة وحطيت زيت وبلشت أقلي البصلة، وهون فرمت فليفلة حمرا وفليفلة خضرا، قرون فرمت كم قرن كمان ناعمين، وحطيت كمان هيك يعني بدون فرم. ما بعرف كيف جوزي بيحبّن يعني هيك بدون فرم. يعني حتى البندورة كمان خلطتها فرمتها على الفرامة كمان كتير كتير هيك صارت ناعمة وكويسة. حطيت معلقة ملح وحطيت ماجي بس ما صورت، حطيت بهارات الكبسة وحطيت معلقة عصفر صغيرة. وهيك بعد ما لقيتهم هيك تعقدوا الفليفلة والبندورة والبصل مع بعضه والبهارات، طبيت شو اسمه اللهم صل على النبي، الصدورة هيك. قلت منهم يعني بنطبخوا بهاي المرقة، ومنهم شو يعني بغبوا صلصة من صلصة الكبسة وهيك وبهارات. ومثل ما انكم شايفين يا صبايا، هون الرز انا غاسلته كتير منيح، وبعد ما هيك طلعت الصدر طبيت الرز في قلب المرقة.
صدر الفروج حبيت أقليه أنا بهالطريقة. هي أول مرة أنا بحطلها للكبسة بس صدر. بالعادة بحطلها يعني فروجة كاملة، بس أطالعها من المرقة بحطها بالفرن، برجع بتبلها هيك تتبيلة جديدة وبرجع بحطها بالفرن. بس هالمرة حبيت أعملن على هالطريقة. وشوفوا لي هيك منظر النهائي، إن شاء الله هيك يكون عجبكم. اكتبوا لي طريقتكم بالكبسة، إن شاء الله تكون هيك طريقتي بالكبسة عجبتكم. ما تنسوني من اللايك ومن الاشتراك. سلامات صبايا، بأمان الله.